والصلاة والسلام على رسول الله. شراكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير في صحة جيدة. نرحب بزاف بالبنات اللي دخلوا معنا جدد، مرحبا بكم يا البنات. جيتكم اليوم بطبق اللي هو الزيتون، طبق جزائري تقليدي. اول حاجه البنات عندي هنايا كميه الزيتون على حساب العائله، افراد العائله تاعك. حنا نعرفوا باللي الزيتون كنشريوه يجي مالح بزاف. هنا اول حاجه البنات نديروها نحكموا الزيتون تاعنا الكميه تاع حساب افراد العائله تاعك. نحطوها في الماء ونحطوا له هكا شرائح تاع القارص، شريحه فقط تاع القارص. هنا البنات علاه نغليو الزيتون تاعنا بيتنحى لنا ديك الملوحه، تنقص هذيك الملوحه اللي فيه، وكي يعود ثاني مره تنحى شويه ديك المراره اللي فيه. هنا نخلي الزيتون تاعي يغلي مده ربع ساعه حتى نصف ساعه، وكي يغلي نرجعو نبدلو له الماء تاعو. نجي القدره تاعنا نداويوها. بسم الله. عندنا الزيت، عندي هنايا خض تاع الدجاج. هنا واش عندك، دجاج ولا لحم؟ هكا نزيد عليه مغرفه تاع زبده، مغرفه صغيره برك هكذا. عندي قلنا كويس، وعندي الزيت والزبده. عندي حبه بصل تكون كبيره شويه. شو هنا البنات انا ربيتها خلاص هكذا بالطريقه هذه. نزيد لها مغرفه صغيره ثوم هكا، نضيف لها مغرفه صغيره برك فلفل الكحل. انا هنا ما نمشيش ندير فيه التوابل بزاف، ابا فلفل الكحل فقط هكا. نخليو مليح القدره تاعنا هذه تتقلى حتى الزيت تطلق هذاك البصل يطلق الماء تاعو، تتقلى مليح في هذا الدجاج. هنا باش نضيف لها هكذا ربطه هذه تاع المعدنوس. الزيتون الابيض نخدمو بالمعدنوس هكذا. البنات هنا نخلي انا القدره تاعي حتى تقلى مليح ونعاود نرجع ليك. البنات تقلى مليح القدره تاعنا. هنا واش نضيفو، نضيف مغرفه صغيره باك تاع الملح، ما تكثروش الملح. نعرفوا هنا باللي الزيتون تاعنا فيه الملح هكا على حساب. ومن بعد كي يطيب الضوكي نتوما تقدري تزيدي، ما نكثروش الملح. خليو البنات هنا القدره تاعنا تتقلى مليح، نغطيو عليها ونخليوها تتقلى. نرجع لكم. خلات هنا البنات البرمه تاعنا. هنا نزيد لها مغرفه صغيره باك تاع مطار على حسب الرغبه. وهنا لهنا البنات شتوني بلي حطيت غير فلفل الكحل. نتيا لا عندك الكركم ولا الكزبر ولا زنجبيل ولا تقدري تحطي. انا هنا غير فلفل الكحل برك هكذا. هنا نحط لها الزيتون تاعي البنات. هاي بعد ما طيبته في الماء والقارص، غسلته 3 مرات هكا بالطريقه هذه. نقطرو ونجي نحطوه هنا في القدره تاعي. هاولي شوفوا الزيتون كيف يبقى محافظ على اللون تاعو، تنحى منه هذيك المروره تاعو، تنحى منه الملح هذاك اللي يجي مالح فيه بزاف بالطريقه هذه. لانها ما كثرتش البنات. انا هنايا عندي غير حوالي شخصين برك، شخصين الى 3 اشخاص. هنا عندي البنات الزوديه تاعي، هاني غسلتها قشرتها وغسلتها قطعتها بالطريقه هذه هكا. طريقه سهله. نخليها البنات هنا يزيد يتقلى الساع في الدواء هذا مليح، دقيقه ولا دقيقتين برك ماشي حاجه هكا. ونرجع نمرقو بالماء سخون. هنايا بعد ما قليت مليح هذاك شويه الزيتون الزوديه تاعي مع الدجاج، نمرق هكا جوست ما يتغطى هذاك الدجاج بطريقه هكذا. هنا البنات يهز الغليه ونقفل عليه الكيكوطه تاعي نصف ساعه، المده تاعو نصف ساعه ونرجع لك.
هنا البنات ها طاب الزيتون تاعنا. دوكا نجي لهنا نحي الدجاج تاعي نحمرو. هنا البنات ندير له شويه زبده وفلفل كحل ونحمرو في المقله برك. هذه الطريقه هكذا. هذه الماركه تاعنا. الا حبيتيه زايد لاصوص ولا حبيتيه ناقص لاصوص زيدي شيحيها شويه الماركه تاعك، خليها تنظف. هذه القوام تاعها. هاي السناريه تاعنا ولا الزروديه ما راح لها والو، ما تسردتش في المرقه، بقات حاكمه القوام تاعها. دوكا البنات انا واش ندير، نحمر مليح الفخذ تاعي تاع الدجاج ونرجعوا نشوفوا الزيتون تاعنا في طبق التقديم. نجي هنا البنات نقدم معكم الزيتون تاعي بعد ما طاب. الوصفه هذه تجي بنينه، تجي هايله البنات، نتمنى تجربوها وتعجبكم. الزيتون هذا راهو طبق جزائري تقليدي هكذا الطريقه هذه، ويجي البنه روعه. الطريقه هذه هكا البنات. تنساونيش البنات في الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس والجمل البنات تاني ما تنساونيش ليصلكم كل ما هو جديد. هكا شوفوا البنات، هنايا المعدنوس خليه ديما في الاخير. هكا رشه برك خفيفه. ان شاء الله البنات تطبقوا الوصفه هذه وتعجبكم. دمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.